بسم الله الرحمن الرحيم. في سبتمبر الماضي أصدرت ثاني كتاب لي صغير عن الثورة المصرية نموذجا حضاريا، وكنت قد سطرت في نهايته عدة كلمات أقول فيها أن مراقبتي لما يقرب من 6 أشهر من تفاعلات النخب السياسية المصرية بعد الثورة بيّنت أنهم يقودون ما يسمى حوار الطرشان، وأرجعت هذا إلى أن آفات النظام السابق قد تآكل معها كل إمكانية للحيوية وللفاعلية وللقدرة على التوافق والاتفاق. ومن هنا قلت أن ما يجري بين النخب دون قدرة على التقدم إلى الأمام هو حوار طرشان، وساويت بين جميع النخب، لم أميز بين من ومن، ولكن مع امتداد الوقت ظللت أتساءل من المسؤول أكثر عن ما وصلنا إليه من امتداد للمرحلة الانتقالية وهكذا، ووجدت أن الجميع عليه ضرورة المراجعة الذاتية والنقد الذاتي للنفس. المراجعة الذاتية والنقد الذاتي للنفس والاعتراف بالخطأ فضيلة حتى نستطيع أن نتقدم إلى الأمام خطوة في الاتفاق على مصلحة هذا الوطن الذي لم نستطع طوال 18 شهرا أن نتفق على ما هو في مصلحته، وبدلا من أن نصل في انتخابات رئاسية تتوج هذه الثورة نصل إلى انتخابات رئاسية تحدث فيها الإعادة بين رمز من رموز النظام السابق ورافد من روافد الثورة، ولكنه يتعرض لهجوم شديد. هذا الرافد، وأقصد به جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، هو رافد أساسي وضلع أساسي في قوى الثورة، ولا يمكن لأحد أن ينفي عنه صفة الثورية أو الوطنية أو البحث عن مستقبل أفضل لمصر ديمقراطية، مصر متقدمة. ولكن مما لا شك فيه نستطيع الكثيرون أن يوجهوا له نقدا لممارساته انطلاقا من حقيقة أساسية، وهي أن الممارسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من مرجعية إسلامية في موقع الصدارة في البرلمان أو في الحكومة أو في الرئاسة هو أمر جديد على مصر، وله متطلبات وشروط وضرورات، من أهمها أن يقوم الفصيل الذي يتحدث باسم المرجعية الإسلامية، وإذا كان له الأكثرية في البرلمان، أن يقوم بدور الحاضن لكل القوى السياسية الأخرى، القادر على الاستيعاب والتفاعل مع القوى السياسية الأخرى، القادر على أن يتقدم للجماعة الوطنية المصرية كلها بأنه يتحرك باسمها ولمصلحتها ولكل هذه الأمور. ومن ثم فإن المراجعة الذاتية والنقدية للإخوان ولحزب الحرية والعدالة هي من الفضائل، ولكن اتهامه وتشكيك فيه وإقصائه واستبعاده هو ما ليس مقبولا على الإطلاق، لأن لهم ولغيرهم من الإسلاميين حق الممارسة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من مرجعية إسلامية في إطار القانون وفي إطار القواعد الحريات وفي إطار الدولة المصرية التي استوعبت دائما الجميع. ومن هنا أتحدث عن المرحلة الأخيرة خلال الانتخابات الرئاسية انتقد الكثيرون الإخوان وحزب الحرية والعدالة ترشيحهم لأحد المرشحين، وكان للإخوان والحرية والعدالة مبرراتهم، ولهم الحق في الترشيح ولهم الحق في تقديم المبررات، ولكن لهم أيضا عليهم واجب تحمل الأعباء وتحمل المسؤوليات وتحمل التكلفة التي ترتبت على هذه الاختيارات. ونحن الآن أمام أحد أهم هذه الأعباء وهذه التكلفة، وخاصة وأن نتيجة الانتخابات قد بيّنت حالة تصويتية تختلف تماما عن حالة التصويتية خلال الانتخابات التشريعية. لقد تعرض الإخوان والسلفيون خلال الانتخابات التشريعية لهجوم شديد
ولكنه كان أقل قليل مما يحدث الآن، ولم يؤثر على الرأي العام. وحاز حزب الحرية والعدالة بالأكثرية في البرلمان، ليس من المنتمين إلى الإخوان فقط، ولكن من دائرة أوسع من شعب مصر اتجهت إليهم بقلب وأمل ولكن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي انخفضت فيها هذه النسبة من الأصوات إلى 25% مقارنة بما يوازي 44%، تعني أن هناك شيئا ما